استأذن محمد بن عباد على الخليفة آآ المأمون بن هارون الرشيد، فلمّا جلس واستوى ناظر عليه المأمون ولا عمامته مايلة. طبعًا محمد بن عباد بن حبيب ابن المهلب بن أبي صفرة كانوا يسموا ولي العراقيين، من الأزد لهم تاريخ. فناظر عليه ولا عمامته مايلة وناداه وقرّبوا منه، وقام المأمون نفسه وعدّل عمامته وعمّمه ولبّسه وكذا، الجارية كأنها تبتسم وكذا. قالها المأمون يعني بمعنى يبي يوحي لها إنه ليش؟ قال: "دعها، دعها يا أمير المؤمنين، هذه تقول شايب كبير وعمره 100 سنة ودميم ويعمم بيه المأمون." قالها المأمون: "لا تستغربين، إنه والله تحت هاي العمامة راس يفي من مكارم الأخلاق والمجد قليل نظيرها بين العرب." فكأنه لسان حال الشاعر يقول: وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم، وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأعراض غير حسان، فلا تجعل الحسن دليل على الفتى، فما كل مصقول الحديد يمان بها المعنى. فما كل إنسان تجهل تقدر تقيمه، فرب مجهول تعلو به المقامات وتضيق عنده الهمة.